قصتنا بتبدأ بتمرد الأب لو زاو على عائلة لو وجيش الربيع، وبعد ما بيدخل في قتال قوي مع 2 من أقوى مقاتلين جيش الربيع بيقرر ينسحب من أرض المعركة لأنهم كانوا على وشك قتله. عائلة لو بتقرر تنتقم من لو زاو، وعلشان كده بيتم القبض على ابنه لو تشينج. أثناء نقل لو تشينج بيقابل ابن عمه لو باو. لو باو بيبقى مغرور جدا وبيستفز تشينج لأنه خد أحد حبوب الطاقة الاثنين وطور من مستواه بشكل كبير. تشينج بيقف في وش لو باو وبيتعصب عليه وبيضربه ضربة قوية. تشينج بيطلب منه يقتله علشان لو فضل عايش هينتقم منه ومن عائلته كلها. تشينج بيتحجز في بيت من بيوت عائلة لو وبيفتكر اخته يانير اللي انضمت لعشيرة نينج علشان تتدرب وتحميه لانها اخته الكبيرة. كمان هو محتفظ بكتاب مقدس من ابوه لكنه بيحاول يحرقه علشان ما بيستفدش بيه، ولكن بمجرد ما بيحرق الكتاب اوراقه بتتقطع وشكلها بيتغير وحروف الكتاب بتخترق جسم تشينج. بعدها بينتقل لبعد تاني وبيكتسب طاقة التنين الاسطوري. تشينج بيلاحظ تغيير كبير في قوته وبعدها بيقدر يهزم حراس العشيرة وبيقرر انه يهرب علشان يلم شمله مع يانير مرة تانية. تاني يوم بيكون يوم القتال. اي شخص من المحتجزين بيتحدى ابن من عائلة لو وبيتغلب عليه هياخد حريته. يون هو ممثل عائلة لو وبيكون قوي جدا لدرجة ان هو بيهزم واحد اضعاف حجمه بضربة واحدة بس. تشينج بيقرر يتحداه علشان يكسب حريته، لكنه بيتفاجئ ان يون استخدم اكسير الطاقة زي لو باو، وعلى الرغم ان يون بيوجه ضربات كتير لتشينج ولكن تشينج ما بيتأثرش بيها، وفي النهاية تشينج بيقدر يتغلب عليه. عم تشينج بيرفض يلتزم بالقوانين وبيهجم على تشينج علشان هزم ابنه، ولكن تشينج بيقدر يتغلب عليه، وقبل ما بيقضي عليه تماما عمه الثالث بيهجم عليه وبيضربه، وقبل ما بيقتله بيظهر شيء غريب وبيدافع عن تشينج، وبعدها بيخرج منه شخص اسمه هكتار بيخطف تشينج وبيهرب. هكتار بيحاول يستخدم تشينج علشان يتدرب على قوة النار، ولكن تشينج بيستخدم طاقة التنين وبيهزم هكتار وبيهرب، واخيرا تشينج بيكسب حريته وبيروح لعشيرة نينج. ولكن هو هناك بيتفاجئ ان في اختبارات تقديم ولو باو موجود. لو باو بيحاول يقاتل تشينج لكن اخوه الاكبر بيمنعه، ولو باو بيعرض الذهب على مقاتل اسمه بيران وبيقول له ان الذهب هيساعده في اختبارات القبول، ولكنه محتاج مساعدته علشان يتخلص من تشينج. التحدي الاول بيبقى عباره عن عبور سلم جاذبيته 20 ضعف، ومع ان كل المشتركين ما بيقدروش يتحركوا الا ان تشينج بيمشي عليه بكل سهوله. العقبه الوحيده اللي بتبقى ضده في هجوم بيران واتباعه، تشينج بيقدر يتغلب عليهم بكل سهوله تحت انظار ملكه العشيره اللي بتبقى منبهره بيه. بيران بتستخدم اسده الذهبي علشان يقضي على تشينج، ولكنه بيقدر يتغلب عليه باستخدام سكينته السحريه. في النهايه تشينج بينجح في الاختبارات وبيكون في المركز الاول بين كل المشتركين. رؤساء العشيره بيختاروا الطلاب بتاعتهم، وقبل الاختيار ملكه العشيره بتكشف تواطؤ لو باو مع بيران، وبعدها بتختار تشينج علشان ينضم لتلاميذها. الملكه سو بتختار صديق تشينج معاهم وبيكون اسمه رون. تشينج بيقرر يستريح الليله دي وبعدها ينطلق في رحلته للبحث عن يانير. تاني يوم في مكتبه العشيره كل الطلاب ما بيقدروش يستخدموا الكتب التعليميه بسبب الطاقه اللي بتاثر عليهم، ولكن تشينج الوحيد اللي بيقدر يتجول في المكتبه لحد ما بيوصل لوحش السماء الغربي. وحش السماء الغربي هو المسؤول عن الضغط القوي اللي بيأثر على الطلاب، ولكن تشينج بينجح في تخطيه وبيوصل لكتاب تعليمي اسطوري بعد شويه. واحد من الطلاب الاقوياء في العشيره بيتحدى تشينج في قتال، ورغم ان الكل بيحذره ولكن تشينج بيوافق وبيخرج معاه لحلبة التحدي. تشينج بيقدر يهزمه بكل سهوله، والموضوع ده بيضايق بعض الافراد من عيلته وبيكونوا عايزين يتخلصوا منه، ولكن قبل ما يحصل اي قتال بيتدخل الاخ الاكبر تشان وبيمنع القتال. ولكن واحد من كبار العائله اسمه شون بيبقى عايز ينتقم لكنه بيقع على الارض بسبب طاقه غريبه. تشينج بيروح يحتفل مع اصدقائه وبيحذروه من العائله دي لانها خطيره، وفي مقاتل فيهم اسمه جيا خطير جدا لدرجه ان هو مسجون في الجبل المظلم. وبعدها بيسمع كلام عن يانير وبيقول لاصدقائه انها اخته وهو موجود هنا علشانها، ولما بيعرف انها موجوده في الجبل المظلم بيقرر يروح لمعلمته سو علشان يطلب منها يروح هناك. على الرغم من خطوره الجبل لان سو بتوافق وبتساعده يجمع نقاط علشان ينضم للفريق اللي هيخرج للجبل المظلم. تشينج بيخرج للجبل وبيواجه مجموعه كبيره من الحشرات المتوحشه لكنه بيهزمهم بمساعده صديق اسمه سونج، لكن الكل بيتصدم لما بطرة الحشرات توصل لارض المعركه. سونج بيؤمر الجنود يهربوا علشان مش هيقدروا يتغلبوا عليهم، ولكن تشينج بيوصل وبيستدرج ملكه الحشرات علشان يامن باقي الفريق. تشينج بيهرب لكهف مخيف في الغابه وهناك بيقابل اسد النار، ولما الاسد بيصحى تشينج بيرمي نفسه في بحر النار علشان يهرب منه وبيسيبه يقتل ملكه الحشرات. وعلى الرغم ان تشينج بيسقط في بركه نار قويه الا انه ما بيموتش، ولما بيخرج بيلاقي ان اسد النار وملكه الحشرات قتلوا بعض. تشينج بيرجع للمعسكر مره تانية والامير سونج بيتفاجئ انه لسه عايش. تشينج بيعرف ان صديقه رون اتقبض عليه من عائله شون، ولما بيروح علشان يحرره بيدخل في قتال مع مقاتلين الظل من عائله شون. تشينج بيقدر يتغلب عليهم بعد قتال طويل، ولكنه بيتعرض لسهم السم القاتل من احد افراد عائله شون لكنه ما بيأثرش فيه. بعدها بيستخدم نفس
السهم علشان يقتله، وبعدها بيدخل في قتال مع كبير الأسرة، ولكن الجنرال زونج بيوصل وبيحميه، ولأنه سبق ليه ودخل في قتال ضد تشينج علشانهم، ولكن دلوقتي اكتشف مؤامرتهم. الجنرال بيحرر صديق تشينج وبيسمح لهم يخرجوا. تشينج بيرجع المعلمة سو وبيديها كل الأحجار الروحية اللي كسبها من القتال، وبيطلب منها تسمح له يروح لجبل النار، ولكن لما بيوصل بيلاقي ان لو باو هو اللي مسيطر على ينير هناك. تشينج بيقدر يهزم لو باو، وبعدها بيدخل في قتال مع واحد من الأمراء المشتركين مع لو باو في حبس أخته. تشينج بيبقى خسران المعركة، وينير بتشوف وبتحاول تساعده لكنها ما بتقدرش تخرج من الحاجز. اللي بتنهي كل ده هي المعلمة سو، بتوصل لجبل النار وبتمنع الأمير من قتل تشينج. تشينج بيستوعب الأمير ان هو هيقتله بعد 3 سنين لما يحسن مستويات الطاقة الخاصة بيه. تشينج بيحاول يشوف أخته لكن المعلمة سو بتمنعه لأنه مستحيل يخترق الحاجز بقوته دي. تشينج بيرجع العشيرة مرة تانية، وتاني يوم بيروح مع صديقه الغني علشان يعرضوا أحد ممتلكاته في مزاد. تشينج بيعرض حجر نادر للطاقة وبيبقى منتظر من وراه مبلغ كبير جدا، وأثناء حضوره المزاد بيشوف كتاب نادر، ولكن فرد من عائلة شوجي بيبقى عايزه وبيطلب من تشينج يتراجع عن المزاد ده، ولما بيلاقي ان تشينج رفض يتراجع وكمان كسب المزاد بيقرر يروح يقتله، ولكن لما بيلاقي ان تشينج عنده طاقة كبيرة بيبدأ يتراجع. تشينج بيفضل يشارك في المزادات وبيقدر يكسب من وراها أموال كتير، وعلشان يستخدمها في تحسين قدراته وإنقاذ أخته. تشينج وفريقه بيخرجوا الغابة وبيقتلوا الوحوش علشان يكسبوا نقاط الطاقة. بالليل بيتعرضوا لهجوم من عشيرة السموم علشان فاكرين انهم وحوش واخدين شكل البشر، ولكن لما بيطمنوا ان تشينج واصدقائه بشر بيقرروا ان هم ينضموا لهم في رحلتهم لقتل الوحوش. تاني يوم تشينج بيستمر في قتل الوحوش وانقاذ البشر في الغابة، وللاسف عدد الوحوش ده بيبقى كتير، وتشينج بيتعرض لاصابات خطيرة، ولكن بيوصل شيخ قبيلة السموم وبينقل تشينج للقبيلة علشان يرعاه. تشينج بيصحى وبيقابل تشان البنت من عشيرة السموم وبتوضح له ان عمها انقذه وعالجه. تشينج بيعرف انه في مدينة بايدي واللي تعتبر ساحة لحرب الوحوش. مساعد الامبراطور في المدينة بيرفض وجود تشينج لانه شاكك في كونه جاسوس شيطاني، ولما بيهجم عليه تشينج بيقدر يتصدى لضرباته وفي النهاية بيقتله. جنرال الجيش بيهجم على تشينج علشان يقتله، ولكن قبل ما يعمل اي حاجة بتظهر البنت ليون وبتحول الجنرال للوح تلج. بعدها بتسجن تشينج في لوح تلج هو كمان علشان اساء للامبراطور، ودي جريمه يستحق العقاب عليها، ولكن عم تشان بيحرر تشينج وبيطلب من ليون تعفو عنه وبيتعرض لمحاكمه الاول. الامبراطور بيقرر يحرر تشينج من لوح التلج وبيتركوه في مكان المحاكمه العسكريه، ولكن بعد ما بيحرروه ليون بتحبسه تاني علشان خايفه من هروبه. بالليل المدينه بتتعرض لهجوم من الوحوش وليون بتسيب تشينج في ارض المعركه لكنها بتحرره من لوح التلج علشان الوحوش بتهجم عليه. ليون بتدخل في قتال مع ملك الوحوش وبيبقى على وشك ان هو يهزمها، ولكن تشينج بيمتص كل قوته. تشينج بيقاتل الشياطين لوحده بمساعده من بعض افراد العشيره، وفي النهايه تشينج بينجح في قتل ملك الوحوش، ولكن ليون بتحبسه تاني بعد المعركه، لكن الجنرالات بيطلبوا منها تحرره لانه ساعدهم على الفوز بالمعركه. الامبراطور كمان بيقرر يكافئ تشينج وبيطلب منه يختار اي 3 هدايا. تشينج بيختار بلوره سحريه وبيستخدمها علشان يكسر الحاجز الجليدي الخاص بليون. تشينج اخيرا بيسيب المدينه وبيخرج، واثناء وجوده في الغابه بيتعرض لهجوم من قطاع الطرق لكنه بيقتلهم بضربه سيف واحده بس. تشينج بيعرف منهم قبل ما يقتلهم ان هو قريب من وادي التنين، فبيبدا يتحرك على هناك علشان يدور على كنز طائفه تشي. تشينج بيقتحم المكان وبيتعرض لاكتر من هجوم لكنه بيقدر يتغلب على كل اخصامه. بعد القتال غرفه الكنز بتفتح وسط البحر، ولكن الطريق المؤدي ليها بيبقى صعب، محدش بيقدر يتخطاه وسط الاسماك المتوحشه الا تشينج اللي بيجري على الجسر وبيقتل الاسماك وبيوصل لمكان الكنز وبيقابل زعماء المدينه. زعماء المدينه بيحاولوا يتخلصوا منه علشان ما ياخدش الكنز، وبيعملوا مجموعه من الافخاخ، ولكن تشينج بيقدر يتخطاهم وبيصد الهجوم بتاعهم. في النهايه تشينج بيقدر يستخرج الكنز واللي بيكون عباره عن مقاتل محبوس لمده 3000 سنه. تشينج بيعرف ان ده يبقى مقاتل القصر الخالد، بياخده لمكانه وبيطلب منه يروح ياخد الكنز، ولكن لو فشل هيتم حجز روحه. تشينج بينجح في صعود سلم التحقيقات وبيقدر يكسب الكنز، ولكنه بيبقى لازم يمر ب5 مستويات الاول، كل مستوى بيبقى اصعب من التاني. تشينج بيكمل بعض المستويات وبعدها بيقرر يغادر ويرجع لعشيره نينج، ولكن بمجرد وصوله بيتم القبض عليه بتهمه التعاون مع الشياطين. حراس المكان بيهجموا عليه ولكن ضربتهم ما بتاثرش فيه كالعاده. رئيس المجلس بيستعين بالامير شوجي علشان يقاتل تشينج، وشوجي بيلاحظ ان تشينج مستواه رهيب وقدر يصد هجومه القوي، وشوجي بيحاول يهرب من المكان ولكن تشينج بيمنعه لان الاوان فات، وفي النهايه تشينج بيقطعه نصين. زعماء العشيره بيكونوا عايزين يحاكموا تشينج بتهمه القتل، ولكن المعلمه سو بتدافع عنه وبتطلب منهم يقيموا محاكمه لتشينج بحضور كل ملوك القبائل والامبراطور الاكبر. فهل يا ترى تشينج هيقدر يهرب من
المحاكمة المرة دي ولا حيكون مضطر انه يدخل في قتال تاني، وهل هينجح في انه يستعيد اخته يناير من جبل النار؟ دي الاسئلة اللي هنجاوب عنها في الاجزاء اللي جاية. وعايز اقول لكم ان احنا هنبدأ ننزل بشكل يومي، فما تنساش تشترك في القناة لو مش مشترك وتفعل زر الاشعارات علشان يوصلك كل الاجزاء اللي جاية اول باول.